أهلا. ده فيديو جديد. والصراحة الفترة الأخيرة كان عندي امتحانات وضغط وبتاع، فكنت متعلق شوية بالحياة المادية الواقعية. كنت مسحول في الحياة الواقعية وناسي شق كبير جدا، ألا وهو شق العبادة والخلق يعني. فأتمنى إن ده كده بقت أحسن. المهم، فالفيديو النهاردة جاي نذكر نفسي وأذكركم بحد يعني ما كانش معروف من الصحابة ونتكلم عليه، وهيبقى في مقدمة لسلسلة جاية أو حاجة تانية، ولكن هو الحد ده مش معروف، ومعتقدش إن هي جت سيرته في السيرة كلها غير في الموقف ده وبضعة مواقف تانية بسيطة. وهو سيدنا عبد الله ذي البجادين. هو أنا هقول مين هو الأول وأحكي قصته، وبعد كده هتكلم الحاجة اللي أنا اتكلمت اللي عوزت يعني. ف سيدنا عبد الله ذي البجادين هو عبد الله بن نهم المزني، ولقب بذي البجادين لقصة حدث معه ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية نقلا عن ابن هشام، فقال رحمه الله: إنما سمي ذي البجادين لأنه كان يريد الإسلام، فمنعه قومه وضيقوا عليه حتى خرج من بينهم، وليس عليه إلا بجادة وهو الكساء الغليظ، فشقه باثنتين وتأذر بواحدة وارتدى الأخرى، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمي بذي البجادين. يعني خلينا نتكلم عنه الأول، يعني قبل ما نذكر قصة موته. عبد الله بن ذي البجادين هو كان في المشركين، أو سيدنا عبد الله بن ذي البجادين كان يسمى عبد العزة، وكان عمه سيد قومه، يعني هو كان من الناس اللي هي علية القوم. فأسلم، فمنعه قومه ومنعه عمه من الإسلام، فأسلم. فكانوا بيعذبوه في الشتاء إن هم يخرجوه يحطوه في الصحراء ويلبسوه أو يعملوه بحاجة البجاد، هو بطانية صوف تقيلة جدا. فأنت متخيل الصوف في الصحراء والحر. فهو في يوم وهم حاطين على صخرة والصوف وبتاع، خرج مشي وهو مش لابس غير البتاع الصوف اللي هو لابسه، وفي عز الحر، في حر المملكة، وفي النهار والدنيا، وهو مش لابس صوف وحاجة تقيلة وعرق. يعني انت عايز، انا عايز تخيل موقف يعني صعب جدا ان الواحد يتحمله. وبالرغم من كده سافر لرسول الله. فقبل ما يدخل المدينة فكان بيتكلم إن هو كان بيحكى إن هو كان البيجاد اللي هو معاه قسموا اتنين، ارتدى جزء على عورته وتأثر بجزء. ف فهو اتسمى بذو البجادين عشان كده، يعني البجاد اللي هو البطانية الصوف التقيلة، فلما شقها وتأثر بجزء ولبس جزء فسمي بذي البجادين. وكان ممن يحضر الصلوات، وكان من الناس اللي في المسجد النبوي زي أبو هريرة، من الناس الفقيرة في المدينة، اللي كانوا على طول قاعدين في المسجد، اللي كانوا بيصلوا الصلوات كلها وله حظ من قيام الليل يعني. فصحابي جليل، ولم يذكر في السير كثير منه. وكانوا عاملين حلقة الشيخ أمير منير ومحمد الغليظ والدكتور محمد الغليظ وياسر ممدوح عنه. وكان الباشمهندس علاء حامد كان اتكلم على قصته أو قصة وفاته في سلسلة السيرة النبوية. آخر حلقة اللي هي غزوة تبوك، آخر حلقة نزلت، يعني أنا نازلة من 5 أيام من تصوير الفيديو ده، فأنا مش عارف أنت هتتفرج عليه إمتى. المهم هبقى أسيب لك لينك الحلقتين تحت في الديسكريبشن. والقصة اللي أنا عايز أحكيها هي مذكورة هنا
في كتاب رحلة السيرة للشيخ رجب فضل أبو جسيسة. والحديث المذكور هو أخرجه الطبراني في مسنده الأوسط، الطبراني في الأوسط. ماشي. فكان بيقول: وعن عبد الله بن مسعود قال: قمت بالليل فإذا بضوء من بعيد من نار، فأتيت النار فإذا فيها صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر يحفرون قبرا لذي البجادين، صحابي مات وهم في تبوك، وسريره ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي لقبره فقال للصديق والفاروق: قربوا لي أخيكما، فوضعه صلى الله عليه وسلم وهال عليه التراب، وأخذ يقول: اللهم إني راض عنه فارض عنه، اللهم إني راض عنه فارض عنه، اللهم إني راض عنه فارض عنه. فقال ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة، ويا ليتني كنت صاحب الحفرة، ويا ليتني كنت صاحب الحفرة. يعني أنا مش عارف أقول إيه في الموقف، يعني مش عارف أقول إيه. إحنا فين من الجماعة؟ موقعنا إيه؟ إحنا صفر على الشمال، ملناش موقع تاني غير كده. هو إحنا ملناش موقع تاني جنب دول غير صفر على الشمال، ملناش أي لازمة. يعني نحن قتلاء السيل. يعني حتى الصحابة كانوا بيختبوا على بعض، يعني كانوا بيحبوا الخير لبعض، ولكن هو يتمنى الخير لي وليه. فكان بيقول لي: يا ليتني كنت أنا صاحب الحفرة. يعني في كتاب رحلة السيرة بيذكر إن ذي البجادين توفي في تبوك. وفي الشيخ علاء حامد أو الباشمهندس علاء حامد لما بيذكر القصة كان بيقول وهو ماشي رايح تبوك، تمام. وكان في حديث إن النبي لذي البجادين، مش متأكد من صحته أو هو صحيح أو حسن أو لكن قالوا الشيخ علاء حامد فأحسبه صحيح أو حسن يعني. فكان بيقول: يا رسول الله ادع لي بالشهادة. فقال له رسول الله: إن من مات دون الحمى فهو شهيد. فسبحان الله، هو ذي البجادين مات وهو عنده حمى، هو مات وهو عنده حمى، مات شهيدا وعنده حمى. وفي روايتين في موته، في رواية بتقول إن هو مات في تبوك، توفي في تبوك، انتقل إلى جوار ربه ودفن هناك. وفي رواية تانية بتقول لك إن هو دفن في الطريق إلى تبوك. وفي كلا الحالات الروايتين فهو مات شهيدا مقبل غير مدبر، لا يخافون لومة لائم. والسؤال هنا: هل الرسول راضي عنك عشان ربنا يرضى عنك؟ هل هتيجي يوم القيامة والرسول يقول: اللهم إني راض عنه وارض عنه؟ ولا هنكون فين؟ السؤال ده من الأسئلة اللي الفترة الأخيرة بتخليني مش اللي هو أنا ما اتخلقتش عشان أدور على متعة وشهوات الدنيا. أي نعم أنا بعمل كده، وأي نعم الشهوة الإنسان مجبول على حب الشهوة، ولكن إحنا أمرت وكلفت إن أنا أواجه الشهوة، أحاول أحجمها، أحطها في الإطار اللي النبي وربنا أمرني بيه. وعلشان أعرف الإطار إن ربنا أمر النبي بيه وأمر النبي بيه، فأنا لازما أعرف إيه الحاجات اللي فرضت. وعشان أعرف إيه الحاجات اللي فرضت وأفهمها أحسن فهم، لازما أعرف الشخص الأول، شخص طبق الحاجات اللي فرضت دي. فعشان كده لازما نتعلم السيرة، ونتعلم عن الصحابة، نعرف الناس دي عملت ايه. الناس دي لولاهم يعني بعد ربنا
ما صلى الله يعني ما وصل لنا الإسلام ولا أسلمنا ولا أي حاجة من دول. يعني هو صعب إن إحنا نسلم للناس دي عن الحاجات اللي ضحوها. يعني وأنصح أي حد يتعلم عن السيرة، ولو حتى هيقرأ كتاب زي ده مختصر رحلة السيرة حوالي 700 صفحة، يعني حوالي 23 سنة من حياة شخص هو بيتكلمك في 700 صفحة فيهم. يعني وكتاب يعني نحسب أن كاتب هذا الكتاب على خير، ونحسبه عند الله من العلماء، ونحسب أن يكون الكتاب عند الله في ميزان حسناته. يعني الكتاب فعلا رائع وكويس أوي إنك تقرأ بس أو تاخد لمحة عامة عن سلسلة السيرة، واللي إن شاء الله ناوي أعمل سلسلة كاملة عن السيرة. أنا مش عارف السلسلة هتكون مدتها قد إيه، ومش عارف السلسلة هتكون كام فيديو، ولا مدة الفيديو قد إيه، ولا بمونتاج ولا من غير، ولا بأي يعني مش عارف السلسلة هتكون شكلها عاملة إزاي لحد دلوقتي. ولسه يعني هو خطط لأول فيديو هينزل فيها، المفروض أصلا أنا كنت مخطط له الأسبوع ده، لكن كان ضغط امتحانات فمعرفتش. فكنت قلت خلاص هبدأ تصوير، ولكن حسيت إن لأ، اهدى، ما تاخدش الدنيا قفشة كده، يعني ما تخشش بدون تخطيط. انت هتتكلم في السيرة وانت مش شيخ وانت مش عالم، فالأفضل إنك تهدى وتتحرى وتدور. وده اللي أنا عايز أقول إن أنا ساعة ما هعمل السلسلة دي، إن أنا مش شيخ ولا أنا عالم ولا أنا ملتزم ولا أي حاجة. أنا شخص بحاول إن أنا أكون مسلم طبيعي وملتزم، بيأدي شعائر دينه، بيتعلم عن دينه عشان يقدر يطبقه. فعشان ازاي اتعلم عن ديني؟ من خلال ان انا اتعلم عن الشخص اللي انزل عليه الوحي، الشخص اللي طبقه، الوحيد اللي كان على الكرة الأرضية معصوم من الخطأ. يعني ولما كان بيعمل شيء فربنا وكان ربنا بيعاتبه، فهو كان بيعاتبه عشان هو عمل شيء وكان فيه أفضل منه يعمله، مش عشان هو عمل شيء سيء أو عمل شيء حسن فربنا بيقول له لأ، فيه الأحسن بس. يعني حتى لما ربنا عاتبه في القرآن الكريم قال له عفى الله عنك، ساعة ما كان بيحب عفى الله عنك لما أذنت له. كان العتاب ده في غزوة تبوك، بعد غزوة تبوك سورة توبة براءة. فكان لما ربنا يعاتب حد يقول له عفى الله عنك، عاتب نبيه. شوف احنا لما بنيجي نعاتب بعض بنعمل ايه؟ يعني مش حابب اتكلم احنا بنعمل ايه، لان لله المثل الاعلى، ولكن أنا حابب اتكلم عليه. بس خلي هدفك في الحياة ان ربنا ورسوله يرضوا عنك. احنا مش عايزين حاجة مننا، احنا هنا جايين محطة وماشيين، مش قاعدين فيها. اي نعم لازم نبني لينا ولعيالنا واحنا مستخلفين في الارض، ولكن افتكر ان انت جاي هنا قعد فترة صغيرة رايح المستقر النعيم والمقيم خلاص. وكن عن عبد الله بن تقريبا عن عبد الله بن عمرو بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان يقول عبد الله بن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وما كنت بدرس الحديث ده في الحديث وأنا في ثانوي في الأزهر، كان بيقول لك
أو عابر سبيل، أو هنا بمعنى بل. يعني أنت مش كن في الدنيا كأنك غريب، لا ما تكونش كان بل عابر سبيل، يعني مش أو عابر أو هنا بمعنى بل عابر سبيل، يعني كن في الدنيا كأنك عابر سبيل. وليه غريب وليه عابر سبيل؟ الغريب في البلد هو بيكون شخص ما يحتكش بالناس، ما يعرفهمش، ما يعرفش حد، فدايما مركز مع نفسه، بيعمل الحاجات اللي عليه، مركز مع حاله بس، مش مختلط بحد، ملوش دعوة بحد، شغال بيخلص شغله بيعمل. بل عابر سبيل يعني اللي هو جاي هنا هيعدي بس، يعني هو قاعد هنا هيستريح بس، أو قاعد تحت الشجرة دي هيستظل، دخل القرية دي المدينة دي هيشرب هيريح الليلة، وهيكمل تاني يوم هيصحى الصبح يركب دبته أو يركب عربيته أو يركب طيارته أو أيا كان ويمشي يكمل طريقه. هو هنا كده. فاللي أنا حابب أقوله يعني في وسط الحياة المادية اللي احنا عايشين فيها والسرعة والكلام ده كله، يعني فكر إن ربنا راضي عنك ورسوله راضي عنك أم لا، وافتكر إن إحنا جينا هنا علشان بس نعبده، علشان بس هو نعبد ربنا. وإحنا جايين هنا محطة وماشيين، إحنا راكبين في محطة في النص، نزلنا نريح وهنروح الكابتن نكمل، الكابتن نكمل الحياة الآخرة، وهناك الحياة تكون أبدية. خلاص شكرا، يعني اللي انت هتعمله هنا هيأثر عليك هناك. اللي انت الرحلة انت هتمشي طول الرحلة، ساعة ما توصل هيأثر انت اتقال عليك ايه. هل اتقال عليك ان انت يا رب ده كان بيحاول يوصل لمرضاتك وبيحاول يسعى ان هو يوصل لمرضاتك، ويسعى ان هو يكون عبد من عبادك، ويكون يطبق سنة رسولك ويطبق ما أنزلت ولا لأ؟ فهنا فعلا هيكون إن اللهم إني راض عنه فارض عنه. طيب الكلام اللي أنا بقوله ده جميل وبسمسم كده ومحترم وابن ناس، طب إزاي بقى أطبق؟ إزاي أوصل للحتة دي؟ يعني كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يا أبا بكر إن الله راض عنه فارض عنه، إن الله راض عنك فارض عنه. فربنا راضي عننا، بس مستنينا احنا نرضى عنه، مستنينا احنا نعاهده على أن لئلا نعود للذنب، أن نحسن الظن بنا، أن نحسن أنه راض عنا ونسعى لرضاه عنا فيرضى عنا. يعني وده كان بيتكلم فيه كتاب أول مرة أحسن الظن، ولكن هو كتاب بعيد فأنا مكسل أقوم أجيبه يعني. فاللي أنا حابب أوصله إن مش صعب إن ربنا يرضى عنك، هو سهل. يعني يا أبا بكر إن الله راض عنك وارضى عنه. يعني وأنا أظن في رسول الله خيرا، وأظن في الله خيرا إن النبي كان بيكلم أبو بكر على إنه الأمة، فبيقول له أو بيخاطب أحد فيهم بيقول له ربنا راضي عنك، بس أنت ارجع له وقول له: يا رب أنا رضيت عنك، ارضى عني. يا رب أنا أذنبت كتير، يا رب أنا كلما عملت، يا رب أنا اختليت بذنوبك، يا رب أنا انتهكت معاصيك، يا رب أنا عملت، بس اغفر لي. طب وارجع. الكلام ده مش ليكوا بس، الكلام ده ليا بيكون ليكوا. يعني لما كنت أقرأ عن أحوال الناس الصحابة، أحوال مع القرآن، كنت أستغرب إزاي. كنت بقول هما بيقرأوا القرآن كأنه ليهم، هما يخاطبهم هما. كنت أستغرب برضو يعني
إزاي بقرأهم كأنه بيخاطبهم، مع إني رضي الله عنك، رضي الله عن المؤمنون إذ يبايعونك تحت الشجرة. يعني ماشي، هما دي الآيات العذراء في ذهننا دلوقتي، ودي بتشرح لنا موقف معين. ولكن كان في حديث سمعته كتير، يعني لما ولكن أما الشيخ اتكلم عليه بطريقة معينة، لا، هو اداني كده زي دش مية الساعة كده الصبح، الدنيا البرد اللي احنا عايشين فيها اليومين دول. لما الشيخ كان بيتكلم بيقول إن النبي بيقول بيحكي في قصص يوم القيامة والمحشر والكلام ده. كان بيجوا لما الناس بتتجمع بقى وتروح لآدم، وتقول له يا آدم ادع لنا ربك. قال اذهبوا إلى نوح. فذهبوا إلى نوح ثم إبراهيم ثم إسماعيل ثم محمد ثم موسى ثم عيسى ثم محمد. فقالوا يا محمد ادع لنا ربك. فقال أنا لها أنا لها. فكان بيقول ذهب الناس، فبيقول لك وقعد بيشرح، لا ذهب الناس، فاحنا متعاملين مع الحديث على إنه عادي. لك هما مين الناس دول؟ ما احنا الناس دي، احنا الناس اللي هنروح للنبي، واحنا اللي هنترجى شفاعته، واحنا اللي هنحاول، واحنا فاحنا الناس دي. انتوا ليه بتعاملوا الناس دي كأنهم ناس مالناش دعوة بيهم، هم بعيد عننا؟ ليه؟ ما احنا هم، احنا اللي هنروح ندعي، احنا اللي نتضرع، احنا اللي هنروح للنبي نقول له ادعي ربنا ان هو يغفر لنا. احنا اللي مقصرين. يعني الرسول كان في حديث يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإحنا مش هنخش الجنة بأعمالنا، لأن أعمالنا مهما نعمل مش هنوفي حق شكر. يعني حتى وإن كان الشكر النعمة بنجيب شكر، بنجيب نعمة تانية فبنشكر. يعني وهذا القول الله تعالى واعملوا آل داود شكرا. يعني إيه؟ فأنت هتعمل هتشكر، فأنت هتشكر هتعمل. وكان يقول ابن القيم إن ذنب المعصية معصية وحسنة الحسنة حسنة. يعني ذنب المعصية معصية، أنت عصيت فأنت هتجيب ذنب المعصية، فأنت ذنب المعصية إنك هتعصي معصية تانية. وحسنة الحسنة أو إنك هتعرف إزاي قبلت هتعمل حسنة تانية. فدي بتجيب دي ودي بتجيب دي. فخد بالك، يعني مش دايما انت هتعصي ربنا فربنا هيبتليك عشان يفوقك. ممكن يكون ابتلاءك ان انت مش واخد بالك ان ذنب المعصية معصية، وذنب وحسنة الحسنة حسنة. مش واخد بالك ان ذنب المعصية معصية، فبترتكب معصية، تفتكر ان ربنا ما عاقبكش عليها، فبترتكب واحدة تانية. التانية دي هي عقاب الأولانية، فبتفتكر ان ربنا ما عاقبكش عليها، فهكذا حتى تفيق إلى نفسك وتتوب من المعصية، فتكون توبتك حسنة وحسنة الحسنة حسنة. وهنا ندخل لدوامة وعملوا آل داود شكرا قليل من عبادي الشكور. وإلى هنا أعزائي المشاهدين تكون انتهى الفيديو بتاعنا اللي بنتكلم فيه عن هل الله راض عنك، فرض عنه، وكيف ترضي الله. وأشوفكم في فيديو جديد من الفيديوهات اللي بنتكلم فيها براحتنا بما يقول في خاطري بدون أي ترتيب ولا تخطيط. وفي الآخر سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. سلام.